ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. واخيرا رجعنا نشتغل تاني، وجاي لك النهارده بقى بحاجات غريبه قوي. بصراحه احنا بقى لنا فتره بنقعد نقول الاسعار طالعه، الاسعار طايره، الاسعار مش عارف ايه، الحق اشتري. ولكن بعد الهبوط الحاد او النص حاد اللي حصل مؤخرا في الاسعار، فجاي لك بقى النهارده باسعار الايفونات المستعمله بتاريخ اليوم. تاريخ اليوم اللي هينزل فيه الفيديو ده، هي دي الاسعار بتاعت اليوم، لان الاسعار متغيره على مدار اليوم وعلى مدار الساعه كمان. فبدون كلام اكتر من كده، خلينا نبدا. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار؟ معاك احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلينا نبدا الاول بسلسله ال8 والايفون اكس. بالنسبه للايفون 8 العادي تقريبا عامل 5 6000 جنيه. الايفون 8 بلس بمساحاته المختلفه ال 64 و256 وده الشائع في مصر من حوالي 8 ل 10000 جنيه. الايفون اكس بيتراوح من 9 ل 10 ونص 11. ندخل في السلسله اللي بعد كده، وهي السلسله القديمه الاقرب الى قلبي، الا وهي سلسله الاكس اس. بالنسبه لحبيب قلبي الايفون اكس ار، فبيتراوح من 10 ل 12 13 الف لو لقيت بقى 256 والكلام ده. بالنسبه للايفون اكس اس بيتراوح من 10 11 لغايه 12 ونص 13,000 جنيه. وبالنسبة لإكس إس ماكس اللي كان سعره عدى ال 21,000 جنيه، ده كان تخلف، يعني كان حاجة كده غريبة جدا. سعره النهاردة مستريح شوية من 18 ونص لغاية 19 ونص 20,000 جنيه. وحابب أقول لك في النص كده، طبعا الأسعار دي بتعتمد على حالة البطارية، حالة الجهاز، المكان اللي أنت شاري منه، المشتملات اللي معاه، وكل الكلام ده. بالنسبة بقى للأجهزة اللي قلنا عليها دي كلها، اللهم إلا الآيفون إكس آر، بنسبة 95% أي جهاز هتروح تشتريه هيبقى مغير بطارية. المحل اللي يقولك إن جهازي مغير بطارية ده تحترمه، لأنه ما حورش عليك. أي حد هتروح تشتري منه جهاز بطاريته فوق ال 80% وهيقولك إن الجهاز ده مش مغير بطارية ووتر بروف يا باشا والكلام الجميل ده نصاب، سيبه وامشي. الأجهزة دي أحدث جهاز فيهم نازل سنة 2017، فمن المستحيل إنك تلاقي جهاز من دول ووتر بروف فوق ال 80 بالكتير قوي قوي قوي، ال 82 83%. ليه بقى قلت لك الا الاكس ار؟ لان الايفون اكس ار كان بينزل جديد لغايه فتره قريبه، تقريبا لغايه 2022 او حاجه زي كده، فممكن تلاقي منه ووتر بروف فعلا، بطاريته 90% فوق التسعينات بحاجه بسيطه خالص. ندخل بعد كده في سلسله ال11 ونتكلم عن الايفون 11 العادي اللي سعره مستعمل كان وصل ل 22 و23 و24 ألف جنيه. جهاز سعره النهارده استقر بشكل كويس جدا، وبدأ يبقى يعني الطبيعي بتاعه شوية، اللي هو بيتراوح من 18 ل 20 ألف جنيه. ده أقصى وأحسن حالة وأحسن بطارية ومشتملات وما إلى ذلك. ولكن لسه أنا عارف إن الجهاز برضو زيادة شوية، ولكن ده مقارنة بإنك كنت بتتكلم في ال 11 بطاريات تمانينات وبتاع 22,000 جنيه، لا ده طبعا احسن كتير. يعني لو جبت جهاز ايفون 11 بطاريته في الثمانينات ب 18 ونص، اكيد هيبقى احسن من انك تجيبه ب 22,000 جنيه. والايفون 11 في اجهزه منه ووتر بروف 100% عادي جدا، لان ال 11 لغايه فتره قصيره خالص كان بينزل جديد من الشركه. فلو لقيت اي 11 100% وانت ضامن المحل اللي بتشتري منه ووتر بروف، ده يبقى صفقه كويسه جدا. ناخد بوك شيء. بالنسبة للايفون 11 برو العادي مش الماكس، فسعره بيتراوح من 20 21 ماكسيموم 23 24 الف جنيه. طيب بالنسبة لل 11 برو ماكس سعره بيتراوح من 24 23 الف جنيه لغاية 28 الف جنيه. طبعا عشان في فرق رخم في المساحه، اللي تلاقيه بيتباع ب 23 و 24 ده هو ال 64 اللي هو مش مستخدم قوي اليومين دول، اللي هو كان خطأ كبير جدا من ابل ان هي تنزل جهاز في 2019 64 جيجا، ولكن ما علينا. طبعا اللي بيوصل بقى 27 و 28 ده ال 256. ولكن ال 11 برو والماكس ما يتعاملوش نفس معامله الايفون 11 العادي في موضوع البطاريه. طب هم نازلين في نفس السنه يا صدم، اشمعنى؟ لان ال 11 برو والماكس هما اجهزه برو، واجهزه البرو او خط انتاج اجهزه البرو عند ابل بيقف في السنه التاليه من اصدار الجهاز. يعني ال 11 برو والماكس اللي نازلين سنه 2019 بمجرد ما تم الاعلان عن سلسله ال 12 خط الانتاج بتاعهم اتوقف، فبالتالي مفيش اجهزه منهم دلوقتي بطاريتهم تتعدى
ال 88% ويكون الجهاز ووتر بروف شرعي. وانا يا عم تعب نفسي وبدور لك على اسعار بقالي كام يوم والله، واستنيت لغايه النهارده لغايه ما الاسعار بقت يعني مستقره سيكا. انت اعمل الاشتراك، يعني اشترك في القناه كده وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو لو عجبك يعني، وتابعنا على حسابات على السوشيال ميديا وتشقلب. انا بتشقلب لك بقالي كام يوم كده. ندخل على سلسلة ال 12 والايفون 12 العادي اللي كان سعره مستعمل وصل ل 28 و 29 ألف جنيه، النهاردة بيبدأ معاك من 23 ألف جنيه لغاية 25 ألف جنيه. بالنسبة للايفون 12 برو العادي مش الماكس، فهتلاقي سعره بيتراوح من 24 لغاية 27 28 بالكتير قوي. أما الماكس اللي هو ستيل تسعيره غريب جدا جدا في مصر، ولكن برضه سعره بيتراوح من 35 ألف جنيه لغاية 40 ألف جنيه. وال 12 برو والماكس هيتعاملوا نفس معاملة ال 11 برو والماكس، اللهم إلا إنهم نازلين بعده بسنة واحدة، لأنهم برضه خط إنتاجهم بيقف بمجرد إصدار الجهاز اللي بعد كده. فبالنسبة لل 12 برو والماكس ما تشتريش جهاز مش متقلق إنه مغير بطارية تكون بطاريته زيادة عن 92%، لأن برضه الجهاز نازل من 20 ل 20، فمع احسن الظروف يعني هيبقى البطاريه بتاعته في الرينج ده. لكن 95 يا باشا و100% ومش مغير ووتر بروف ومش ما فيش الكلام ده. ندخل بعد كده على السلسله المفضله لدي الا وهي سلسله ال 13. الايفون 13 العادي سعره بيتراوح من 26 27 قد يصل الى 30 الف جنيه. وحبيب القلب ال 13 برو الصغير بيتراوح من 34 35 لغايه 39 الف جنيه، يعني خلينا نقول 40 من عندنا يا سيدي. بالنسبة للماكس اللي سعره كان وصل لغاية 55 ألف جنيه مستعمل، فسعره حاليا رايح شوية حلوين جدا وبيتراوح من 40 لغاية 45 ألف جنيه. ال 13 برو والماكس حاليا مفيش منهم جديد، ولكن ممكن تلاقي أجهزة بطاريتها فوق ال 95%، لأن برضو ال 13 برو والماكس كان أجهزة يعني شائعة جدا جدا جدا، فكان في تجار كتير جدا شارين كميات كبيرة جدا ومخزنين كميات كبيرة جدا، ولكنها اعتقد بنسبة 99% دلوقتي ما بقاش فيه جهاز 13 برو او ماكس متبرشم جديد. ولكن برضو حاول تتجنب الاجهزه اللي هي في رينج من بعد ال 95 لغايه 100% دي، يعني ما تقعدش تقول انا بشتري جهاز ب 40 و 45 اشتري بطاريه اقل من 95. ده الامن ليك والله مش اكتر. والامن ليك من كل ده انك اصلا تبقى عارف الاماكن الموثوقه ايه وتروح تشتري منها، لان زي ما قلت لك الاماكن دي لو جهاز فيهم مغير بطاريه هيقول لك. بالنسبه لسلسله ال14 وهي السلسله الاكثر كرها من قلبي بصراحه، هنتجنب تماما طبعا ال14 العادي وبلس لان دول اجهزه فاشله ولا انصح بشرائهم تماما. نبدا بالايفون 14 برو. الايفون 15 برو بيبدا معاك من 50 ل 55، وبيجي في ديله على طول الماكس بتاعه من 55 ل 60 الف جنيه. ستيل سلسله ال14 غاليه جدا جدا بشكل مبالغ فيه. انا شخصيا لو معروض عليا 14 برو ماكس ب 55 او 56 وانا اوريدي معايا الفلوس دي، لا هروح اشتري 13 برو ماكس، يعني لكي اكون صريح معاك لابعد الحدود، او هشتري 15 برو اللي هو احسن من ال 13 برو ماكس واحسن من ال 14 برو ماكس. ولكن انا ما سلسله ال 14 دي ما بتنزليش من زور بصراحه، بحس ان هي نفس سلسله ال 13 اصلا. فانا بالنسبه لي يا اما هشتري 13 برو ماكس يا اما اشتري 15 برو جديد. يعني انت ممكن تلاقي 15 برو جديد بنفس السعر ده او ازيد حاجات بسيطه. وطبعا يا صديقي العزيز سلسله ال 15 لغايه دلوقتي الاجهزه المستعمله منها مش موجوده في السوق كتير اطلاقا، فما عندناش اسعار ليها. ولكن اللي حابب اقوله لك ان جهاز زي ال 15 العادي اللي كان سعره معدي ال 50,000 جنيه سعره حاليا بيلعب في ال 42,000 وال 40,000 جنيه كمان. يعني انا اخر سعر شفته قبل تصوير الفيديو ده كان في جهاز 15 شريحتين متبرشم بيلعب في ال 42,000 جنيه. وال 15 برو ماكس اللي الناس كانت بتتكلم فيه فوق ال 75,000 جنيه، في ناس دلوقتي بتتكلم فيه 67 و68. فده شيء مبشر جدا جدا، ونتمنى على الله ان الاسعار دي تبقى في هبوط. حته ان الاسعار هتنزل اكتر من كده ولا لا مش عارفين، حته ان الاسعار هترفع تاني اصلا ولا لا مش عارفين. لو قدامك حاجه كويسه دلوقتي انزل اشتري، عايز تستنى يومين ثلاثه كمان قد يحدث في الامور تغييرات مش عارف والله. ولكن احنا حاليا
يعني الاسعار استريحت شويه والناس استريحت شويه معاها، لان اجهزه الاندرويد الفئه المتوسطه واللي هي كانت تحت ال 20000 جنيه في اجهزه فيها رخصت بال 2000 و3 وده شيء كويس. الاجهزه اللي تحت 10000 جنيه في اجهزه منها رخصت 1000 و1000 ونص وده شيء كويس. الراجل ده الاس 24 الترا الضمان دولي نزل لغايه 60000 جنيه. الجهاز ده كان بيتباع ب 85 و90 الف جنيه اول ما نزل. وزي ما قلت لك اهم حاجه ما تنساش الاجهزه اللي بلغتك انك ما تشتريش فيها بطاريات زياده عن كذا، يا ريت تلتزم باللي قلته لك، الا اذا كنت انت شخصيا ما عندكش مشكله من ان الجهاز يبقى من غير بطاريه. وبالفعل في محلات كويسه جدا جدا بيغيروا بطاريات يعني كواليتي عاليه جدا، وبيجي يقول لك ان الجهاز ده من غير بطاريه. وبس كده. كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.